بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الأكارم، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم عبر هذا البث المباشر في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وهو أفضل يوم أشرقت فيه الشمس. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا جميعا إلى بيوته عاجلا لا آجلا. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء، وباء كورونا وسائر الأوبئة، عن البشرية جمعاء. نسأل الله الرحمة للأموات والشفاء للمرضى والعافية للأصحاء. هذا هو الجزء الثاني من هذا البث المباشر تحت عنوان حتى يغيروا ما بأنفسهم. يثمثن ثيستمثين ثقي وكذا حريش ويسين ديال العنوان اللي غاسن تلي نفذا ديال الجماعة عدان فين يعني نفدل ذا شو المعنى يسفدل ثورة ما إلا يوني قرز دونيثيس العبادة ينستصفى يقرب ربي سبحانه الشغل يسقرزن الخير ربح غاسكني لا قد يفدل هذه نادي مشاري يسعوا القيمة أكثر، مشاري يقرب ربي أكثر. إما إلا كانت تسيدير نتوالي أطاس المؤشرات، أطاس السبات راغي السيوظن باش أدنيني إلا قنفدل. ما نهضر في خلقيث أتسنتا خلقيث ورث اللارا بخير. الهلاكات إذا من تزال ذي كل مكان، القراث إثواشولين الشوالات فرو إوجيلان ثجال إخام القمغاران استخدم قيغيل الباطل العدوان على حقوق الإنسان. صافي مؤشرات التغيير لا نحصيها عددا. كما قلت لكم مرة اللي فات، واحد كيمشي في الطوموبيل يشوف طابلو دبور، اللوحة الأمامية للسيارة، إذا كان طابلو دبور السينيالي روج المعنييس هناك خلل، قاري السيارة وديها باش تعالجها هناك خلل. إذا كان روج واحد، خلل واحد في السيارة، هذا الخلل يقتضي المراجعة، يقتضي المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أوها ربي أنزمي من النغ ونحسبي من النغ قبل دياس وسن الحساب إلا ينواس دياس بلا شك. ربي ناد أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كل آت قريب. أين كولا دياس يقرب. وربي ناد ذي اللاية ثان قارو ثيدي نزلن في النبي صلى الله عليه وسلم أتسان دي سورة البقرة اللاية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن التغيير مطلوب. كي نشوفوا روحنا ماناش في الجوامع هذا خلل، معناه ماناش بخير. أمر عجيب، أمر عجيب. إذن هناك خلل صحيح. نقول هناك كورونا، هناك صحيح، ولكن ما الذي حصل؟ يا أخي على بالنا بلي ربي سبحانه قادر على كل شيء. ربي قال في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. البشرية ممتحنة، ربي قادر على كل شيء. ربي قادر في أقل من ثانية يرفع كورونا وأمثال كورونا وجميع الأوبئة ويجيب الشفاء للمرضى والسلام، ولكن لأمر أراده. مرحبا استكشار ربي سبحانه. فقط كي قلنا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، التغيير هو الانتقال من وضع مشهود موجود إلى وضع أحسن
منشود. مؤشرات التغيير ذكرنا بعضا منها. على مستوى الفرد، إذا كان الإنسان بعيد على ربي وما يصليش وما يزكيش وما يصومش وقلبه معمر بالحسد بالإحقاد، هذا دليل ومؤشر لا بد من التغيير. ما إلا غمذان ذي وليمانيس، ما إلا ويتزلرا يبعض في ربي وليتسع الشرارة وليتسو زمارة، هاثو لي سمحتي تشور ذي الحسد ذي الحقد يكرهكم الدم أمذانا كي لقى ذي في الدال الحالة مثاقي ولا الصفرة حرام وثم ديثن فافيس ما إلا وريثو فارا ما إلا وريث دلارا أذي يندم هاثان داوتن في عندما ورعني غخام ذي السولة. على مستوى الأسرة أيضا هناك مؤشرات التغيير. السؤال المطروح: هل صلة الأرحام راهي موجودة سوا؟ الجواب لا أحد يدعي أو يزعم أن صلة الأرحام بخير. الجواب لا قطعا. طبعا مع اختلاف وتباين بين الناس، هناك أسر فيها أرحام لا تنكر لا شك، هناك أسر تحافظ على الأرحام ما شاء الله، ولكن قد تكون هذه من النوادر، والنادر يحفظ ولا كمثل الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولكن العبرة بالغالب. هكذا يقول السادة الفقهاء، يقولون العبرة بالغالب، أما الشاذ فلا حكم له. الغالب أن الأسر نتاوعنا ما هيش بخير، فيها مشاكل، فيها طلاق، فيها تشرد الأولاد، كاين الناس اللي راهم في دار العجزة لاني مثلا يكفراني 3 نسان خرب 10 نسان وجل ورا ونسان يوني مولا نسن سخام قمغاران دور الرحمة. المعني يستوى شلت ما زالت ساعة يغفلان فيك والمملال ذي الفرح هذا مش الشاون ذي الفرح. أشحال تمغريوين يقوغالن ذي المآتم وغالن مفارق نسيم الطاون أدعي ذا أشحال قملال ذي ثمغريوين مفارقا نسيم الطاون. والحديث قياس: كم من أناس اجتمعوا في أسرهم في أفراح وفي أعراس ولكنهم بعد ذلك افترقوا بالدموع وربما بتهديدات وبوعيد ألا لقاء بعد اليوم، نسأل الله العفو والعافية. على مستوى الجيران أيضا هناك إشكالات من الجيران إنسان غفلان. على مستوى الاقتصاد راه في حالة يرثى لها. يكفي أن نعلم بأن الربا لا يزال مهيمنا في دنيا الناس إلى الآن. الربا الذي حرمه رب العزة جل جلاله من فوق 7 الطباق في سورة البقرة في الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعتبره من الموبقات 7، قال: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات. منها بعدما ذكر الشرك إلى آخره وصل إلى أكل الربا. إذن أكل الربا من الموبقات 7. على مستوى الاقتصاد أيضا والآن الأمر أشد، أرنا في زمن كورونا وما بعد كورونا التي دمرت وزلزلت الاقتصاد العالمي وزلزلت الاجتماع وزلزلت النفوس وزلزلت وقطعت، يعني أشياء كثيرة حصلت، نسأل الله أن يعجل بالعفو وبالعافية. إذا المؤشرات كثيرة. الآن هل تتصورون إخواني أخواتي أن يكون هناك تغيير بلا مقاومة؟ الجواب لا. المقاومة قائمة، لا ريزيستانس. على مستوى الفرد اللي ما كانش يصلي 40 سنة، نهار اللي بغى يتغير بغى يصلي يجد مقاومة. نفسه تقول له خليك مازالك صغير، عندك غير 40 سنة. هو كان اللي عنده 70 سنة وما يصليش، وعلاه انت يا سيدي انت مازالك جان. الله يا ربي الله. صافي هناك مقاومة داخلية من النفس ومن الشيطان. وطبعا الشيطان حلات له النهار اللي وصلك حتى ل 40 سنة ما تصليش، يطمع باش يوصلك 60 سنة 70 سنة، ويطمع ويتمنى أنك تموت وما صليتش. يعني أشحال اللي صلينا عليهم وما صلوا ولا ركعة، أشحال فين الظل يفيت الظلم
نور الظل النار. وكذا غفل صافي هناك مقاومة لا ريزيستونس على مستوى الأسرة. يلا نهضروا بكل شفافية. معليش هذا عايز قبيلتين دماغ كثير استعرف ما يبغى ينادي الظال وري الظل راه مي عدات 40 50 سنة كذا اسيف غادي توفيف غادي الظال وري زميرانا اي غار خاطر تنفسي تيساس تقار مازالك مزيض رتي مغراض الشيطان يعجبي في الحال يبغى غادا سيكل خواتي غور الا ما يموت وريد ظل الا ما ظل في اللاس اكا سقيت المقاومه على مستوى تواشلت. على مستوى الاسره ايضا كلنا معنيون اللي شاف في اسرته اخطاء وخلل تروح انت تغير ولا انا نغير ولا غير نلقاو المقاومه. ممكن المقاومه تكون من امك من ابيك من اخيك من زوجتك من اولادك لا ندري. كاين لا ريزيستونس داخل الاسره تواشلت ما تقبلش ماشي كامل لا اعمم نقول فقط باش نهيئ انفسنا للمقاومه المنتظره. ما الا يولي غادي يبدا تواشلتي سي تولي ير طبيعه سي تولي ير الشغل داخل تواشلت اسنيني سياده ساونا نفدل في السيره ولا في خالف بالك ذا ثخام ما يبغى يخدم الوقام سيرين وين يبغى الوقام هذه زوير سكاث وخام هذا غاك بلوكين بلوكاج توتال اك ديفغ وغور داخل تواشلتي داخل تواشل النغ. المقاومه اذا ممكنه على مستوى الجيران على مستوى ذكرنا الان الاقتصاد ثذمسه الربا الحرام يحرمي ربي حرمي النبي صلى الله عليه وسلم اتصل له لك في ينتسيدير السباد الربا اكد ذا المعاصي ثياب اسيون فغا نفدل خاطي اتفضيونا يسكرايا ذريمي سي سكراي سلو طو دانتيري 5% 10% ميكوالا يوني يوحل يحصل اسيني اكسل قلي ذيك اكرض لغ ولكن سلي زانتيري يول في السكرايا ذريم اسيك فغادي ثوف اذ يحبس طب اسينا مشى طاسي يروح يرباح ما يلوش كرا غا ذريمان كان سيد كري ذريمان استقليل كان ذريمني وسنرني نارا وريزرا باللي ما يبغى البركه غادي بعد الربا ثقي على مستوى الفرد وما ادرك على مستوى الاقتصاد على مستوى اقتصاد الامه المسلمه خاطر هي مخاطبه اساسا بالوحي الطاهر اللي قالها ربي واحل الله البيع وحرم الربا. اما غير المسلمين هذا الشغل انسان ولكن العقلاء وقد استخدمنا اللغ من غير المسلمين يقولون لا بد من العمل على تخفيض نسبة الفائدة إلى 0% المعنى يسير قد يروح الربا وقيت العقلاء ذي مسناون ذي الخبراء ولان باللي الربا صانع الأزمات الربا مدمر القيم والمبادئ والأخلاق الربا سبب للقضاء على مقدرات الشعوب كل ذلك يعلمه العقلاء والخبراء ولكن الله غالب الربا كيان دا يكشم تروح البركه تروح هذا غير ربي يصرك ربي المؤمن المؤمنات. لذلك العقلاء النند ياكل كريزي قدر ندي الدونيث يعني المجال الاقتصادي منها الازمه الاقتصاديه العالميه 1929 الى غايه الازمه الماليه العالميه شدان تذريم في 2008 وزايد ما بينهما وما قبلهما من الأزمات المالية من أسبابها الربا تفيد التبعيض من أسبابها الربا. إذن هناك مقاومات لا محالة هي موجودة. السؤال ما العمل؟ ذا شو لا في دو روت ذا شو لو بلان داكسيون ذا شو قلقات نخدم ماذا نعمل؟ علينا اعتماد الحقيقة أربع أمور لازم نعتمدها من أجل مقاومة التغيير. إذن مقاومة التغيير ندعو إلى التغيير. نعم هناك مقاومة فكيف نثبت ونقاوم هذه المقاومة؟ لازم لها 4 أمور. الأمر الأول النية كل شيء ذي النية فظل ذي النية رمضان ذي النية الحج ذي النية الخذمة ذي النية. النية تسبق العمل
الله عز وجل يتقبل منا أنصاف الأعمال أو أقل من ذلك، ولكن لا يقبل منا أنصاف النيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نسعى النية باش نبدل في جميع المجالات، ما نسعى النية باش نغيروا القدوات أو نغيروا القناعات مهما كانت، أو في جميع المجالات لابد من النية. إلى قنسع النية مثل النية الصادقة هذه تأتي بعامل أساس، وهو توفيق الله جل جلاله. خاطر ربي سبحانه حينما يرى منا أو يرى فينا صدق النية، وهو الذي يعلم السر وأخفى، سيأخذ بأيدينا إلى شاطئ البر والأمان، إلى شاطئ البر والأمان. ربي سبحانه سيوفقنا النية. العامل الثاني وهو مهم جدا هو التدرج في التغيير، إيطاب بار إيطاب، يوث درجة بدرجة. وريزمير راهو بنادم هذي يبدل كل شيء ثم لا. ولا مثل عبد ما صاروز يقرز وراني خام يستولغ يغلي الرز. ليش يحواج الوقت. إلى قد سمحتي إلى قد يروح الطبيب، إلى قد يخدم تجفير تنغل البلاطر، هاتي ساعة قبل ذلك هذه سكانر ديال الراديو يوث من بعد من مي قعدنا شحال بوسان بالك 20 يوم بالك 40 يوم من بعد طبيب سينيسال كونفاليسونس سلا عقلي كان يوث. إذا نحتاج إلى التدرج. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس يوم أن آل الأمر إليه واش قال وليده مستعجل، أراد التغيير السريع، أراد التغيير العاجل. واش قال الوليد البابه؟ قال له: يا أبي لقد آل الأمر إليك. كل شيء يجري فاسنيه. ذي الشيء خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز أكيسي نميس، كل شيء يجري فاسنيه، يلا بدل كل شيء رابيدمون سريعا. إناس يا والدي لقد أصبحت خليفة للمسلمين أو خليفة على المسلمين، وقد آل الأمر إليك. إناس بدل كلش غير. إناس وإن غلت بي وبك القدور، يعني أن دقيقة تقرص بدل. ذا شو سينا بابا سميس واش قال باباه لوليدو اللي عنده حكمة، اللي عنده تبصر، اللي يفهم سنة التغيير المتدرج؟ قالوا: يا ولدي إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. قالوا: يا وليدي هاو ربي سبحانه ما حرمش الشراب، الخمر ضربة واحدة، ذمها وبعدين حرمها. ربي قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية هذه ما تحرمش الخمر، إنما تنبه تلفت الانتباه باللي هذا العنب مع التمر قادرين تخرجوا منه حاجة مليحة، الزبيب ولا العصير جو، وقادرين تخرجوا منها الخمر المسكر. ايش قال ربي؟ هذا ما كان ما حرمهاش. من بعد واش قال ربي سبحانه؟ قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شوف ربي سبحانه كيف أخذ بسنة التدرج. ما زال بعد واش قال ربي؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. علاه؟ حتى تعلموا ما تقولون. بلا ما نشرح الآيات
يوث أم بعد حينما وصل إلى المرحلة الأخيرة قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، بدأ بها الخبائث، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات. هذا ربي سبحانه هو قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا واش قال باباه لوليده عمر بن عبد العزيز، هكذا قال لوليده. إذا كان هذا في عهد عمر، ماذا نقول نحن في عهدنا الآن؟ فقط لازم نكونوا واقفين، مانيش نقول لا نعتمد التدرج لتخدير الناس. التدرج ليس مخدرا، لازم الحضور، لا بريزونس افيكاس، الحضور الفعال. من بعد ربي اللي يغير، ماشي احنا. يا اخي سمعتوا الايه، ربي قال ان الله لا يغير، معنى ربي هو اللي يغير، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يوث دوسمون مي سيرمون. من ذبع ذريذ نسلامه ورثكين داما سلنا ربي ارثماوض غلف غينا مره. إذا ذكرنا العامل الأول هو النية الصادقة، العامل الثاني هو مراعاة سنة التدرج، العامل الثالث وهو مهم جدا هو مراعاة سلم الأولويات، لي بريوريتي، أميزوار للشغال، مراعاة سلم. إذا اضطرب سلم الأولويات فلا وصول، لأنه لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. يكفى ووال، كل حاجة سعى الأصول، سعى فريد، ميزوار للشغال، ميزوار الأمور. هذه مسألة فقه الأولويات مطلوبة، هذه مسألة ثالثة وهي ثالثة مطلوبة جدا جدا. المسألة الرابعة ما هي؟ هي الصبر الجميل والنفس الطويل. واحد يوسع خاطره، ما يقولش لازم تغير درك. سيدنا نوح 950 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد. نوح شيخ الأنبياء، أمغر الأنبياء، 950 سنة السقار القومي سياوتي السين مربين، ما حبوش يستجبوا له. ماشي 9 أيام، ماشي 90 يوم أو 950 سنة. وبعدين علمنا نوح كما يحكي القرآن، وقال ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شو قال كن يهضو ربي هاثني لقاتي سينما ربي يكون رزقا، يكون يدي خلقا، يكون يحرزا، يكون يخذ من كذا وكذا. أي غير ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقي منهج، نتعلم المنهج من سيرة النبيين والمرسلين، ونتعلم المنهج من الوحي الطاهر الذي بين أيدينا، الذي قال الله عز وجل في الآية 9 من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إلى قصفر يثمثل تيستماثين من فغان فدل سين الهان إلى قنفدل ونصفر ونسوس على الخاطر النغ. من بعد ربي سبحانه توفيقا ذيني مدينا ربي سبحانه ذي القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم. ثورة ما نبوي داك الشروطاكي درنا ياسن الصفر نسوس على الخطر النغ. من بعد الشغالنا ربي ذنساتني خدمان. إذا التزمنا قاعدة ذهبية، إذا التزمنا بتحقيق ما نستطيع يسر الله لنا
وحقق الله لنا ما لا نستطيع. إذن التغيير، تغيير ما بالواقع، تغيير ما بالاقتصاد، ما بالاجتماع، تغيير ما يعيشه البشر في هذه الحياة من مآسي ومن هموم ومن حروب ومن مشكلات ومن أوضاع كئيبة محزنة ومن عدوان على حقوق الإنسان ومن إزهاق الأرواح ومن إسالة الدماء البريئة. كل هذه المظالم تحصل في جميع مجالات الحياة وفي جميع المستويات. الله قادر على أن يغير ذلك بإذنه وبأمره وبأمر منه وبوعد منه، والله لا يخلف الميعاد. لذلك ربنا قال لنا إذا أعطانا هذا المنهج التغيير الحقيقي إذن يبدأ من النفس، المبتدأ والمنطلق من النفس. هكذا قال ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الأخير نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا هذا البلاء وسائر الأوبئة والأمراض عن البشرية قاطبة. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان فأعنا على طاعتك. اللهم إني أعوذ بك من أن أذكر بك وأنساك، اللهم إني أعوذ من أن أذكر به وأنساه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن تكتب لنا جميعا حسن الخاتمة. جغون ثلوي ثرث مليليث. سلام ربي فلاون، والسلام عليكم ورحمة الله.